أعظم أفلام هتشوفها في حياتك الجزء التاني. عايز فيلم يشدك لآخر لحظة؟ عايز فيلم تقدر تعيش فيه وفي أجواءه؟ حقيقي أنت مش متخيل أفلام فيديو النهاردة هتعيشك في أجواء عاملة إزاي. جايب لكم النهاردة شوية أفلام كده من النوع اللي هتفصلك عن عالمنا نهائي، وده لفترة مؤقتة، وهتقوم برحلة ممتعة جدا. متأكد إنك هتيجي تشكرني على الليستة دي. بس العفو يا سيدي، مفيش حاجة، ده شغلي، وزي ما انتوا عارفين مفيش حاجة محددة في الأفلام دي. كوكتيل كده، رعب على دراما على أكشن على كوميدي على خيال علمي، حاجة كده سبيشال ليكم. بص، تحبيشة كده من اللي قلبك يحبها. فعايزك في السريع كده اعمل لايك على الفيديو واشتراك في قناتنا المتواضعة علشان نبدأ الفيديو. جاهز؟ يلا بينا نبدأ. وهنبدأ بأول فيلم، وهو فيلم لمحب الأفلام الأكشن والمعارك العنيفة. وفيلمنا النهاردة بطولة بوب أوديكر، اللي أكيد كلنا عارفينه من مسلسل بريكنج باد وباتر كول سول. وقصة الفيلم بتدور حول واحد اسمه هاتش، اللي بيعيش حياة مملة لحد ما تتقلب حياته وتاخد منعطف مختلف جدا. I'm gonna fuck you up. وده لما بيتعرض هاتش لهجوم من مجموعة من اللصوص، ومن هنا بيكتشف مهاراته الخفية وقوته القتلة، وبيبدأ رحلة الانتقام من المجرمين اللي عايزين يقضوا عليه. الفيلم صدر سنة 2021 وحاصل على تقييم 7.4، واسم الفيلم Nobody. The last guy anyone wants to see at their door. Because it meant you didn't have long to live. الفيلم التالي وهو فيلم كلاسيكي رعب، حاجة كده من الزمن الجميل اللي علم معانا كلنا، واتبنى من فكرته عشرات أفلام الرعب. وقصة الفيلم بتدور حول منزل ملعون موجود في طوكيو، واللي بتسكنه روح شريرة، واللي بتتسبب بالموت لكل اللي بيدخل البيت. واللي بتحاول تكتشف بطلة الفيلم اللي اسمها سارة ايه سبب اللعنة دي، والأسباب الغامضة اللي أدت لتواجد اللعنة دي والأرواح الشريرة. فهل هتنجح ولا لا؟ ده اللي هتعرفه من الفيلم. حقيقي الفيلم ده ما كانش بيخليني انام بسبب القصة وحبكات الرعب. وحاجة جميلة ان الفيلم ليه اكتر من جزء. الفيلم صدر سنة 2004 وحاصل على تقييم 5.9، واسم الفيلم ذا جرانج. الفيلم التالي وهو فيلم كوميدي لمحب الافلام اللي ليها رسالة، واكيد هتستفاد منه بحاجة. وقصة الفيلم بتدور حول 3 طلاب في كلية الهندسة في الهند. كل واحد فيهم بيعيش تجربة مختلفة عن التاني، وبتواجههم الحياة بتحديات صعبة. حقيقي الفيلم كوميدي بشكل بحت وانصح بيه بشدة. الفيلم صدر سنة 2009 وحاصل على تقييم 8.4، واسم الفيلم 3 Idiots. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي أفلام الحروب والقصص الواقعية، وبتدور قصة الفيلم حول جندي أمريكي اسمه ديزموند، واللي خدم في الجيش الأمريكي خلال الحرب العالمية الثانية. وبتبرز أحداث القصة حول ديزموند اللي رفض انه يمسك سلاح ويخوض بيه الحرب، وده بسبب معتقداته الدينية. وطبعا واجه ديزموند صعوبات كتير ومضايقات من اصدقائه والضباط بسبب رفضه العنف. اللي هو انت في حرب ازاي مش هتحارب؟ بس ديزموند ليه وجهة نظر مختلفة، وبالتالي اتطوع ديزموند للخدمة كمسعف في معركة هاكسو ريدج. وبيبرز الفيلم الإنسانية والتضحية والعزيمة لشخصية ديزموند في سبيل إنقاذ حياة الجنود. حقيقي الفيلم ممتع جدا. الفيلم صدر سنة 2016 وحاصل على تقييم 8.1، واسم الفيلم هاكسو ريدج. Please, Lord, help me get one more. الفيلم التالي وهو فيلم يعتبر هدية كلاسيكية لمحب الإثارة والجريمة، وأنا من عاشق الأفلام التسعينات جدا. بتدور قصة الفيلم حول المحقق ديفيد اللي بيقوم بدوره براد بيت، والمحقق ويل اللي بيقوم بدوره مورغان فريمان، واللي بيحاولوا الإمساك بقاتل متسلسل بيقتل ضحاياه
باستخدام أسلوب مميز مشتق من الخطايا السبعة المميتة زي الغرور والكبرياء والشهوة والحسد والشراهة والغضب والكسل. الفيلم بيتميز بأجواء مظلمة ومشوقة جدا، هيشدك من أوله لآخره، ويمكن النهاية فعلا حاجة سبيشال كده بسبب أداء الممثلين في الفيلم. الفيلم صدر سنة 1995 وحاصل على تقييم 8.6، واسم الفيلم 7. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي أبطال مارفل وأفلام السوبر هيروز، فجايب لكم النهارده فيلم مختلف مش زي باقي الأفلام اللي بتتعرض في كل حتة، وبتدور قصة الفيلم حول إيدي براك اللي بيقوم بدوره توم هاردي، واللي بيعمل كصحفي، واللي بيكتشف وجود كائن فضائي يسمى فينوم، واللي بيستحوذ على جسم ايدي. وبالمناسبة اكيد كلنا عارفين ان الكائن ده شرير من افلام سبايدر مان. المهم بيمتلك الكائن ده قوة خارقة وقدرات مميتة، وبيتعاون ايدي مع فينوم لمحاربة الشر والدفاع عن المدينة. الفيلم حقيقي كوميدي فوق كل شيء، ويتمتع بمشاهد حركة ومعارك مثيرة، وبيتناول توازن بين قوى الخير والشر. الفيلم صدر سنة 2018 وحاصل على تقييم 6.6، واسم الفيلم فينوم. What the hell are you? We are Venom. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الالغاز والغموض والرعب. حقيقي فيلمنا النهارده من الافلام اللي هتجيب لك ايرور بالرغم انك هتستمتع بالفيلم. وبتدور قصة الفيلم حول مايك اللي بيعمل ككاتب، وكان محتواه عن الاماكن الغامضة والمسكونة، وبيتلقى دعوة للاقامة في غرفة تحمل الرقم 1408 في فندق، واللي بيتقال عنها انها غرفة ملعونة. وبيقرر مايك انه يقضي وقت في الغرفة دي، ولكن بيرتطم باحداث خارقة وكوابيس واقعية جدا هتحطه في موقف حيرة انه مش هيعرف يميز بين الخيال والواقع. الفيلم هيحطك في توتر ورعب نفسي طول أحداثه حتى النهاية. الفيلم صدر سنة 2007 وحاصل على تقييم 6.8، واسم الفيلم 1408. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي أفلام الخيال العلمي والإثارة، وحقيقي يعتبر من أكبر الإنتاجات السينمائية في التاريخ. وبتدور قصة الفيلم في المستقبل البعيد حول شخصية جاك اللي يعتبر جندي سابق بيعاني من إعاقة جسدية، ولكن بيتم الاستعانة ببرنامج بيمكن جاك إنه يقدر يتحكم بأجساد عن بعد. وبيسافر جاك لكوكب بيدعى كوكب باندورا، واللي بيشتهر بالغابات الكثيفة والكائنات الغريبة. وكمان جاك يقع في حب كائن منهم واللي اسمها نيتري. وبيتناول الفيلم أحداث الحروب والسرفايفر والتضحية، وكمان المميز إن مستوى الرسومات هياخدك في عالم تاني. وحقيقي الفيلم يعتبر كمجمل تجربة فريدة من نوعها، وبسبب ده حقق الفيلم نجاح كبير جدا على مستوى العالم. الفيلم صدر سنة 2009 وحاصل على تقييم 7.9، واسم الفيلم افاتار. This is our land. الفيلم التالي وهو فيلم بصراحة من الأفلام اللي مش هتحب تعيد تجربتها غير مرة واحدة بس، يعني لو لسه مشوفتهوش فأظن إنه فايتك كتير، وده لأن طول الفيلم هتحس بخنقة وضيق تنفس. حتى بطل الفيلم رايان صرح وقال إن الفيلم ده كان تجربة سيئة جدا. ده ليه؟ هتعرف دلوقتي. قصة الفيلم بتدور حول بول اللي بيصحى فجأة علشان يلاقي نفسه مدفون في تابوت تحت الأرض، وكل اللي معاه موبايل وولاعة، والمشكلة إنه مدفون في مكان مجهول هو نفسه ما يعرفهوش. هل هينجح إنه ينقذ حياته ولا لأ؟ هتعرف من الفيلم. حقيقي أنت كمتابع هتتأثر بكل لحظة في الفيلم لأنك هتحس بالضياع والخنقة، بس كتجربة تستحق. الفيلم صدر سنة 2010 وحاصل على تقييم 7/10، واسم الفيلم بوريد. الفيلم التالي وهو فيلم لمحبي افلام الخيال العلمي، حاجه كده من ريحه ذا ليجند، وده طبعا لان قصه الفيلم بتدور حول شخصيه فانش اللي بيبقى اخر بشري موجود على وجه الارض، وده طبعا بسبب كارثه عالميه ادت لتدمير العالم. وبيعمل فانش على بناء روبوت ذكي اسمه جيف علشان يبقى رفيقه في الحياه ومساعد ليه،
وبتتناول قصة الفيلم حول جهود فينش على البقاء على قيد الحياة وتطور علاقته مع جيف مع مرور الوقت ورحلة البحث في مكان آمن للعيش فيه. يعتبر من الأفلام اللي هتحس فيها بالوحدة طول ما أنت متابعه، فأنا من محب الأفلام اللي بتعيشك في جو الفيلم ده، فأنا شايف إن الفيلم ده يستحق التجربة. الفيلم صدر سنة 2021 وحاصل على تقييم 6.9 واسم الفيلم فينش. What we do together. وبكده انتهى فيديو النهارده، واكتب لي في الكومنتات ايه احسن فيلم من وجهة نظرك في لستة النهارده، وهل اكمل في اني اجمع لكم لستة الافلام المفضلة زي فيديو النهارده ولا لا؟ قول لي رايك في الكومنتات. المهم اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ونلتقي مرة اخرى مع فيديو جديد ولستة جديدة، وجزاكم الله كل خير. يلا مع السلامة.